لا إله إلا الله. الله أكبر. الله. ازيكم عاملين ايه الاخبار؟ النهارده هنزل لكم روتين او يوم العيد. يمكن بنزله لكم متاخر، بس لازم الواحد كده ياخد قسط من الراحه. عيد سعيد عليكم ان شاء الله، وتكونوا قضيتوا وقت كويس باذن الله، وهتقضوا وقت احسن. المهم يعني بقالي كام سنه كده لصلاه العيد، اذا هنروحها بنروحها بعد الفجر على طول، يا دوبك بنصلي الفجر ونتوكل على الله. وزي ما انتم شايفين كده الدنيا كانت ضلمه خالص، ويعني كانت لسه الشروق ما شرقش، ويعني كان الجو لسه مفيش حد خالص ماشي. يمكن اول الناس اللي بتحضر صلاة العيد يعني مؤخرا، بقالنا كام سنة كده. فربنا يا رب يديمها نعمة يا رب، اللهم امين. ودايما نحضر الاعياد ودايما نفرح كده، والعيد فرحة يا بنات والله. هنا بقى بصوا دخلنا كده، النجيلة كانت حلوة وجميلة، بس ما كانوش زي كل سنة عاملين ورد بلالين. يعني كان الموضوع مش مكلف، ومش مش واو قوي. بلس كمان الناس في الصلاة، في ناس وزعت تمر، في ناس وزعت بالون، فاحنا اخدنا من ضمن الناس اللي اخدوا بالون عشان معانا طفلة. هنا بقى بعد ما خلاص صلينا الحمد لله، ما حبيتش ان انا اصور الاجواء كلها عشان برضو الناس والخصوصيه والكلام ده. فالمهم هنا بقى دخلت لما وصلنا البيت قلنا بقى نعمل فطرة العيد. فترة العيد اللي هي الضيافة بتاعة العيد، بمعنى أصح الحاجات اللي احنا بنحضرها للعيد. أنا هنا حضرت كاندي ومارشميلو وتمر. التمر ده ما ننساهوش أول يوم العيد، مش رمضان خلص ننساه، لا ده سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم هنا بقى حطيت أنواع التسالي كلها، اللب اللي هو السوبر، واللب الأسمر اللي هو السوري، واللب الأبيض. وحطيت هنا توفي ومصاصات كده للأطفال. وهنا كمان حطيت الشوكولاتة، جايب شوكولاتة قلت وشوكولاتة اللي هي آه، آم، باولا وكوفرتينا. وعايزه افتكر لكم الشوكولاته الرابعه اللي معاهم، يعني كواليتي ستريت برضو العلبه اللي هناك دي. حطيت سوداني، وحطيت الكحك والبسكوت والغريبه والحاجات اللي احنا عملناها في رمضان، في اخر رمضان. هنا البنبونيره برضو حطيت فيها شوكولاته عشان تبقى واحده في الريسبشن وواحده في الصالون مثلا. وهنا الكحك والبسكوت والترمس طبعا ده اساسي. وهنا حطيت فستق وكاجو وعين جمل، وحطيت شوكولاتات زي ما انتم شايفين كده في البتاع اللي هي بتتفتح وتتقفل دي، حلوه قوي وبتحافظ على الحاجه لوقت اطول. هنا خلصت ضيافه العيد وركنتها على جنب. تعالوا بقى ايه نروح نفطر. نعمل الفطار الاول. هنعمل فطار عشان نفطر كبده. يعني انا من الناس اللي مش بتاكل بسكوت ولا شاي بلبن ولا الكلام ده خالص. اول يوم العيد انا يعني الحمد لله ربنا يديمها نعمة يا رب، من الناس اللي بتحب تاكل الكبدة أول يوم العيد. معرفش ازاي، بس يعني بحس ان هي، عارفين انتوا اكنكم تابحين، مضحين مثلا، انتوا في العيد الكبير ومضحين، وطلعتوا الكبدة من بطن الذبيحة وبتطبخوها، فاهمين انتوا؟ فانا بحب الاحساس ده. سبحانك يا رب، يعني ربنا ما كتبش علينا ان احنا نضحي او ان احنا نذبح مثلا في العيد الكبير او في اي وقت. بس بحس يعني بحب ادي لنفسي الاحساس ده. فان شاء الله ربنا يكرمنا كلنا يا رب، ونضحي في العيد الكبير باذن الله. ربنا يكرمكم يا رب، ويكرمني ويوسع رزقنا جميعا. هنا بقى جبت الكبده، وهنا ما بغسلهاش طبعا، كنت جايباها صبحه وحطها على الرف كده من الوقفه علشان اطبخها الصبح. حته سمنه وشويه زيت، وشوحت فيها الكبده، وبعد كده نزلت عليهم بالبصل والفلفل الاحمر والاخضر، وشوحتهم مع بعض، ونزلت بمعلقه من هريسه الشطه. وهريسه الشطه كان فيها توم، فما ضفتش بصراحه شرايح توم، يعني استكفيت بالثوم اللي موجود في الهريسه بتاعه الشطه. هي ما كانتش هريسه قوي، هي كانت دقه يعني. وهنا حطيت الملح والفلفل الاسود ورشه من الكزبره الناشفه، وبس خلاص. مش بضيف اكتر من كده على الكبده، وعصره ليمونه كده في الاخر قبل ما اطفي، بس خلاص. الكبده بتبقى صبحه وجميله وطعمها فوق الخيال. مفيش ابسط واسهل من الطريقه دي يا جماعه في الكبده. بس هنقدمها مع شويه طحينه وعيش بقى، عيش صابح او عيش بلدي براحتكم، وشويه شيبسي وبيبسي، وبألف هنا وشفا على قلوبكم. جربوا طريقة الكبدة الجميلة دي وهتعجبكم جدا. زي ما انتم شايفين كده كان الفطار بسيط خالص. في ناس بقى بتحب تفطر شاي بلبن ولبن وكحك وقرص والكلام ده، بس مش اول يوم يا جماعه، انتوا طالعين من صيام، خلوا كلوا حاجات حرشه، ها فاهمين انتوا؟ ما تطلعوش على حاجات بتموع النفس. تطلعوا من صيام على حاجات بتجيب اسهال وما اعرفش ايه يا جماعه، في ايه يعني؟ خلينا اكبر من كده.
تاني يوم يبقى كله كحك وبسكوت براحتكم. هنا بقى بدات انا احط الكبده، حطيت معاها شرايح من الليمون، يعني كبده معروفه ان هي ليمون جنبها، انا بحبها بصراحه بالليمون، يعني جربوها هتعجبكم جدا. بعد كده بقى ايه، هنشوف هنعمل ايه بقيه اليوم. بصوا عيد ما يعني مش شرط ان احنا في عيد نأجز، يعني اركنوا كده الاجازه على جنب. افتكرت بقى حاجه يا جماعه ما عملتهاش في التنظيفات، ان انا ما نضفتش الفلتر بتاع الغساله، لان كنت غاسله شوزات قبلها عزكم الله. ف يعني ليله الوقفه، فقلت لا يعني مش هينفع اسيبها كده، ممكن انسى واحط فيها هدوم، فطبعا الفلتر هيبوظ لي الهدوم والدنيا مش هتبقى لطيفه خالص. فقلت لا خليني انضف بقى الفلتر، ويعني الشوزات اللي عزكم الله اللي انا غسلتها كومت لي شويه رغوصه محترمه. بصوا بقى تنظيف الفلتر، في ناس مش بتعرف تنضفها او بتستصعب الامر. الموضوع ما فيش اسهل منه بجد. كل اسبوع كده مش هقول لك كل غسله عشان الموضوع هيبقى مرهق بالنسبه لك وممكن تنسي وكده، لا خليها كل اسبوع كده طلعي الفلاتر بتاعتك ونضفيها. انا بنضفها يا جماعه بفرشه اسنان قديمه عندي، وبتطلع زي الفل زي ما انتم شايفين كده. وبعمل بقى بعدها دوره الغساله كده كل اسبوع على الحال ده بصراحه يعني. واحيانا بنسى، بس بحاول اجتهد على قد ما اقدر في تنظيف الغساله، لان طول ما الغساله بتاعتك نظيفه وفلاترها نظيفه كل ما تديكي نتيجه كويسه جدا في الهدوم. انا كنت بعاني وما زلت احيانا بعاني كده من الهدوم ما بتبقاش نظيفه، بس بسبب الفلتر او بسبب عدم تنظيفي ليه. فنضفوا الفلتر بتاعكم ونضفوا الغساله واعملوا دوره كل فتره كده، هتلاقوها فرقت معاكم جدا في الهدوم. نضفت الفلتر زي ما قلت لكم فرشه، وقمت منضفاها بايه، عملت دوره غسيل ذاتي للحله بتاعت الغساله، وحطيت كوبايه من الخل عليها في الدوره يعني، وشويه دوني كده تخلي ريحه الغساله حلوه، وشويه كلوريكس الوان لا كلوريكس جل برضو كده ريحه حلوه، وبيلمع معاكي الحله بتاعه الغساله. المهم نظفت الغساله الفلتر بتاعها طبعا، يعني مينفعش ان احنا منضفهاش يعني، مش شرط احنا في عيد يا جماعه نضفوا بجد. خلصت الغسالة، وبعدين بقى ايه يعني كنا معزومين كده على فسيخ، على مش فسيخ، على سردين ورنجة. فالحمد لله بفضل الله يعني حاولت ان انا اصور لكم شوية حاجات كده من السردين والخضار والرنجة والحاجات دي. وبس خلاص ده كان اليوم بتاعنا، يا رب تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. جربوا طريقة الكبدة، ما تنسوش تنضفوا الفلتر الغسالة. ولو انتوا لسه ما عملتوش فطرة العيد او مكسلين او مش قادرين تقوموا تجيبوا شوية السوداني والترمس من التلاجة، لا قوموا اعملوا كده وظبطوا نفسكم وافرحوا يا ولاد بالعيد فرحة والله. كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله استنوا فيديو جديد. اشوفكم على خير في رعاية الله، مع الف سلامة.